السلام عليكم، معكم الدكتور رمضاني عبد الخالق. كنبغي نشكر احداث نيوز على هذه المناسبات اللي كتيح علينا باش نتواصلوا جميع وباش نتقاسموا بعض المعلومات. فالموضوع اليوم هو السمنة عند الأطفال. فعلاش السمنة عند الأطفال؟ لأنه الإحصائيات كتحدد، الإحصائيات في المغرب وكما في العالم كامل كتحدث على نسبة كبيرة ديال السمنة، ولينا كنلاحظوا على أن الوليدات ديالنا غاديين كيتزادوا في الوزن، معنى غاديين والدهون في المناطق مختلفة من الذات ديالهم غاد كتزاد. بطبيعة الحال علاش كنطرقوا لهذا المشكل؟ نظرا لأنه احتمال ديال أنه يأثر لنا سلبا على الصحة ديالنا. فبطبيعة الحال حنا كلنا مسؤولين على المسببات اللي هي هذه التغذية اللي ولات غنية بالسكر، غنية بالملح، غنية بالدهون. هذه التغذية اللي ما بقاش خاضعة لواحد الوقت عند الوليدات ديالنا، ولينا كنزيدوهم بالحويجات اللي كيتناولوهم ما بين الأوقات، وكيكونوا أغلبيتهم يعني الخاصية اللي كتشركهم هو حلوين بزاف وقيمة غذائية توازي الصفر. كذلك الوليدات ديالنا ولاو كيدوزوا وقت كبير قدام البيسي، قدام التلفازة، كيلعبوا في الطابلت او لا كيلعبوا في التليفون، وهادو كلهم كيديروه وهما جالسين وكياكلوا وكيتناولوا غالبا حويجات اللي هما غير صحيين. ملي كنقلبوا على النشاط الرياضي ما بقاوش كيدار، لدرجه ان الوليدات ملي كيبداو كيعانيو من السمنه فكما ذكرت فهما كيزيدوا في الوقت اللي كيستهلكوه وهما جالسين، كيأثر لهم حتى على النوم ديالهم. يعني هذا السلوك وهذه العادات بالاضافه الى الجلاس وقله الحركه كيأثروا على النوم ديالهم، والنوم مهم للمحافظه على الوزن وتفادي زياده الوزن والسمنه. هي بطبيعه الحال كاين مسببات اخرى اللي عندها علاقه مع الوراثه ديالنا، كاين مسببات عندها علاقه مع الادويه، مع بعض الاختلالات ديال الهرمونات، وهذه كامله ملي كنوصلوا للوزن للاسف زائد عن الطفل ديالنا فكيبداو تاثيرات سلبيه على الصحه ديالنا. وكنلاحظوا على ان الوليد ديالنا كيقدر الله يحفظ يتصاب بداء السكري من النوع الثاني اللي كنا كنشوفوه عند الناس الكبار، كيبدا كذلك احتمال يتصاب بالضغط الدموي، باختلالات على مستوى الكوليسترول، مشاكل وتاثيرات سلبيه على الكبد، على القلب، الشرايين. كذلك واحد الاحتمال ديال انه يتصاب ببعض المشاكل اللي تقدر تكون خطيره، مثلا بعض الاورام. بلا ما نساو التاثيرات اللي كتكون على الدماغ ديالنا، كيولي الولد ديالنا منطوي على راسو، مقلق اكثر من القياس، اونكسيو، ما كينعش مزيان، كيلجا دائما انه يتعزل بوحدو وكيخاف من الملاحظات لانه دائما كان خاضع ولا كيسمع او لا كيستنتج انه راه كاين يعني واحد لا ديسكريميناسيون، كاين كلمات اللي هي كتشير ليه وموجهه ضده. فبطبيعه الحال هادشي كامل كيخلينا ان احنا نحثوا على الضروره ديال ان احنا نتحركوا. كيفاش؟ اول حاجه الممنوع، هذا المصطلح ديال الممنوع كنحيدوه من عند وليداتنا. المصطلح ديال الريجيم كذلك كنحيدوه من عند وليداتنا، بالعكس كنشجعهم على التغذيه، كنشجعهم على اختيار التغذيه، كنشجعهم على التغذيه الطبيعيه، كنلجؤوا للتنظيم ديال الاوقات ديال الاكل، وقت ديال الغداء في وقته، الفطور في وقته، العشاء في وقته. كنحاولوا ما امكن ان احنا نقصوا بالوجبات البينيه، ولا كانت شي حاجه تكون حويجات اللي هي طبيعيه. كنحثوا وكنشجعوا وليداتنا على انهم ملي كيجي العطش ولا ملي كيبغي يشرب كاين الماء، ما كايناش مشروبات اخرى، ما كايناش مشروبات غازيه حلوه، ما كاينش عصير. بالعكس هادو يقدروا يكونوا استثناءات لان ذكرنا ممنوع، ولكن في العاده ولا العادي كيكون هو شرب الماء. كذلك كنحاولوا نقصوا من هذاك الوقت اللي قدام التلفازه، اللي قدام وحنا كنلعبوا في الطابلات ولا اللي كنشوفوا فيه البيسي ولا كنلعبوا في التليفون، كنحاولوا نقصوا. كذلك كنشجع الوليدات ديالنا على المشي، على الرياضه، على يقوم بنشاط رياضي اللي كيعجبو يلعب الكره او لا شي
الكاراتيه، التايكواندو، لايكيدو، الباسكيت، الفوليبول، السباحه، اي رياضه اللي هو كيحبها وكنشجعوه عليها. وفيما يخص التغذيه فحنا بعدا كاين، حنا اول وحدين اللي خاصنا نعطيو داك الموديل، داك المثال الاعلى. حنا التغذيه ديالنا متوازنه صحيه، كيف ما غنعاودوا نطرقوا لها ان شاء الله في مره اخرى. كذلك ما نساوش على ان هاد الحويجات هادو كاملين حنا طرقناهم، فراه مزيان ان الوليد ديالنا او البنيته ديالنا تكون داخله معنا في هاد البرمجه، هكا باش ان شاء الله غنتخلصوا من هاد الآفة اللي هي زياده الوزن او السمنه عند الاطفال.